النادي الأهلي بيعلن بشكل رسمي عن إن الأمن والجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع ليقفوا بجانب لاعيبة النادي الأهلي يوم 22 إبريل القادم في الدور ربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا، والمباراة المرتقبة ما بين النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي. 52 ألف مشجع هيساندوا النادي الأهلي، عايزين من ال 52 ألف مشجع فقط تشجيع النادي الأهلي. فريق النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي محتاجة لكل دقيقة أو كل دعم من جماهيره لعبور هذا الدور الصعب أمام فريق الرجاء المغربي المتخبط في الفترة الماضية في الدوري المغربي. 3-4 مباريات على التوالي، نتائج مهزوزة لفريق الرجاء المغربي. بتمنى طبعا ان النادي الاهلي يعني يستغل هذه الفرصة ويستغل حالة نادي الرجاء المغربي اللي ما بيقدمش افضل مستوياته في المرحلة دي. اتمنى بقى حاجة من جماهير ومشجعي النادي الاهلي اللي هيحضروا ان شاء الله للمباراة. الالتزام 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 الالتزام، زي ما احنا شايفين كلام كتير جدا في الاعلام ورابطة الاندية. طبعا المباراة الاخيرة للنادي الاهلي كان فيه هناك عقوبات على جماهير النادي الاهلي وعقوبات على مشجعين النادي الاهلي، وبتمنى طبعا احنا كلنا عارفين بسبب قصة سب اللاعبين، شيء مرفوض تماما، ارفض تماما، وكل جماهير النادي الاهلي الوفية وكل جماهير الكرة المصرية بترفض، وكل الجماهير عامة في العالم ترفض قصة ان احنا يتم التقليل من لاعب او تقليل من شأن لاعب او سب لاعب. اتمنى طبعا من جماهير النادي الاهلي انك تشجع فريقك فقط لا غير. انت رايح عشان تشجع النادي الاهلي وتستمتع بمباراة كبيرة وعرس كروي كبير. ان شاء الله هتكون زي مباراة الهلال، وهيكون الحضور الجماهيري نفس الحضور الجماهيري زي مباراة الهلال السوداني. تشجع فريقك، تشجع المدرب بتاعك، تحمس لاعيبتك. هتافات جماهير النادي الاهلي هي دي الحاجة الوحيدة، وجمهور النادي الاهلي هو رقم واحد للاعبين. النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي محتاجة كل تشجيع وكل مساندة ودعم من جماهير النادي الاهلي. ولو حصل ان جماهير النادي الاهلي اثناء التشجيع شافت اي حد بيتطاول على لاعب من اي نادي تاني او على النادي المنافس لك، لازم ان الجماهير تشاور عليه للامن، وان كل الجماهير ترفض هذا السلوك المشين، لان ده ليس من جماهير النادي الاهلي وانما ده دخيل على جمهور النادي الاهلي. كل الجماهير لازم توقف هذا الشخص فورا، وعلى الاقل خالص توجه الامن وتوجه الحاضرين، او توجه يكون بقى في كده مجموعه من تنسيق كده من المفروض من النادي الاهلي مع قصه الجماهير اللي داخله والكلام ده كله، عشان اي شخص من هؤلاء الناس. وشايف في الفترة الأخيرة صفحات الفيسبوك والكلام ده كله بدأ إن هو يحط صور بعض الأشخاص اللي هم شايف إن هم دخلاء على النادي الأهلي. رسالتي المهمة لجماهير النادي الأهلي، فريق الرجاء المغربي هو الآخر بيحاول إن هو يقدم للاتحاد الافريقي كده ان يوقف دخول الجماهير للنادي الاهلي على احداث وخلفيه مباراه الهلال السوداني وشكوى فريق الهلال السوداني. وهنا ايضا في رابطه الدوري المصري شايفين عقوبات على النادي الاهلي، فنتمنى الالتزام التام لجمهور النادي الاهلي. شجع فريقك، ان شاء الله هتكون الغلبة للنادي الاهلي، كل التوفيق للنادي الاهلي. حاجة تانية سريعا، النهاردة محكمة القضاء الاداري حكمت بعزل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على خلفية طبعا سجنه لمدة شهر كان واجب النفاذ. وحكمت النهاردة محكمة القضاء الاداري بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتبرت ان منصب رئيس النادي هو منصب شاغر واجباري بقى كده على مجلس ادارة نادي الزمالك ان هو في اقرب جمعية عمومية يبدأ بقى عملية الترشيحات واختيار رئيس جديد لنادي الزمالك. طبعا شفنا برضو كان في مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وشيكابالا. شفنا طبعا جميع الشتائم الموجهة لشيكابالا مرفوضة تماما، السباب مرفوض تماما على اي لاعب. حتى شفنا برضو في مباراة الزمالك وحرس الحدود كان هناك شتائم لمحمود كهربا لاعب النادي الاهلي من جماهير نادي الزمالك. نتمنى طبعا ان رابطة الاندية بقى تظبط الإيقاع، يعني العملية كلها يكون هناك قانون واحد، يكون هناك تعامل واحد، مساواة واحدة في التعامل ما بين الأندية. نرفض تماما
سباب اللاعبين، سباب مجالس الاداره، كل الكلام ده، كل ما هو يعتبر سب وقذف او توجيه شتائم او الكلام ده كله مرفوض تماما. حتى ارفض تماما طبعا ان اي حد من الجماهير يشتم في اللاعب او يشتم في حد في مجلس الاداره، كل الكلام ده مرفوض تماما. الجماهير راح تشجع كوره، راح تستمتع، هو ده هدف كره القدم. لكن ندخل بقى في شتائم اللاعبين والكلام ده كله، كل الكلام ده مرفوض. واؤيد تماما ان يكون هناك قانون واحد وصارم على جميع الانديه وجميع المشجعين. بنشوف طبعا في دوري ابطال اوروبا وفي الدوري الانجليزي والدوريات الكبيره اي تجاوز من المشجعين او تجاوز من الجماهير بنشوف الامور بتوصل لايقاف مدى الحياه من دخول الملاعب. يعني القانون طالما موجود وطالما بيطبق بالعداله والمساواة ما بين الأندية هتكون حاجة كويسة جدا ونتقبلها جميعا. كل التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة الجاية والفوز إن شاء الله في مباراة الرجاء المغربي، عشان بقى الأمور تكون سهلة في مباراة العودة هناك بقى في المغرب، إن شاء الله تكون 11 للنادي الأهلي.